في هذا اليوم المبارك الثاني من شهر تموز تشرفنا بزيارة قرية يركا أخت قرية دير الأسد التي ولدت وعشت فيها. نحن الآن في ديوان الشيخ الفاضل عماد أبو الريش الدكتور الذي حصل على الدكتوراه مؤخرا من جامعة في رومانيا، وهذا شرف كبير له ولنا. أطلعنا على المادة التي كتبها مع أنها بلغة إنجليزية أو أخرى، لكن من الجدير بالذكر أن نعرف هذا الشيخ الفاضل وهي مع حياة قراراته في محكمة الاستئناف هذيك الصورة ملونة المذهبية المذهب إخواننا الدروز في هذه البلاد، فهو قاض يتميز بالمعرفة والعدل والإنصاف للذين يتقاضون عنده. وقد شرفت منذ سنوات أن تعرفت عليه فأصبحنا صديقين نتبادل الآراء والتحايا يوميا تقريبا. إن هذا الشرف الكبير الذي وصلنا إليه اليوم برفقة الأخ الصديق أبو مروان رشيد خير من دالة الكرمل لنكون هنا في هذه المناسبة العطرة لنقول مبارك أيها الشيخ الفاضل، مبارك لك، مبارك على الطائفة المعروفية، مبارك لشعبنا العربي في هذه البلاد، لأن القاضي العادل هو يد الله على الأرض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاك وخطانا لما فيه مصلحة شعبنا وبلادنا والإنسانية جمعاء. تهانينا القلبية وتستحق كل تقدير في هذا اليوم المبارك الذي نحن فيه في بيتكم العامر في قرية يركا الصديقة المحبوبة. يسلم ثمك يا أبو المهند المحامي علي رافع. طبعا أشهر من أن نعرفه، تاريخه طويل في القضاء، ويسعدنا أن يكون معنا في هذه المناسبة العطرة أن نلتقي بالشيخ أبو راشد. لا بد أن نذكر أن يركا استضافت دير الأسد سنة 1948 مثلما استضافت قرى وحتى من عكا ومن كفر ياسيف ومن نحف ومن مجد الكروم ومن البعني. يركا كانت بيت الجميع حقيقة. أنا شخصيا كنت في بيت الشيخ كامل معدي أبو معدي وأنا وعائلتي، وعندما أحضرنا الفراش من دير الأسد على الجمل قال أبو معدي هذا الفراش بظل مثل ما هو ما لا يمكن إلا أن تناموا في فراشنا وتأكلوا من أكلنا معنا أنتم في بيتكم في يركا. نحن نحس فعلا في يركا أننا في بيوتنا، والكثيرون من اليراكنة من إخواننا وحبايبنا وأصدقائنا الذين نعتز بهم منذ أن كنت أنطر في الكرم العنب والتين، وكان اليراكنة يأتون أحيانا منهم صيادين، وإذا معهم ديك حجل أو شغلة برضه يكون لنا نصيب منه. دامت تلك عامرة بأهلها الأشاوس القبضيات اللي خلال فترة قصيرة أحدثوا نقلة نوعية من ناحية المستوى الاقتصادي خلينا نقول تبع يركا. ولكن موضوعنا اليوم مع الشيخ أبو راجي موضوعين اللي هن كالسرطان، السرطان الذي ينهش في جسد الأمة العربية بشكل عام، إن كانوا دروز وإن كانوا مسلمين بشكل خاص. فاللي هن الموضوعين انتشار العنف والقتل، والموضوع الثاني هو مضاعفة أو تكاثر رهيب لحالات الطلاق. دلوا على شيء، دلوا أن هناك خلل كبير. ممكن أنه العرب دائما يعلقوا الأخطاء على شماعة اللي اسمها الدولة والبوليس، ما بنبرئ صحتهم، ولكن احنا بدورنا يجب أن نفحص البيت الداخلي أولا. وخلينا نبدأ في العنف، نسمع رأي القاضي أبو راجي بالنسبة لهذه الظاهرة اللي يوميا تتكاثر وتتكاثر. شو سبب حالة العنف من وجهة نظرك كقاضي؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. شكرا أستاذ أبو المهند، حضرتك ذكرت اللي ذكرته، هذا بيدل على
طيب أخلاقك، على إنسانيتك، على حسن معشرك، على المعرفة والإلمام اللي حضرتك موجود فيه وإحنا بنتعلم منك. أخو المهند حضرتك كنت عندنا في المحكمة، وإحنا أول شيء من ناحية لغوية إذا بصير في غلط تاخذنيش، لأنه أنا دائما بتعلم منك وبعرف شو المقدرة اللي موجودة. استغفر الله، أنت معلم وأنت القائد. تستخلي لي. وحصولي على شهادة دكتوراه في عمر عنا إزاي شيء طبيعي. أنا مش رايح مشان أدور على شغل ولا شيء، ولكن كان تحدي لأحفادي. التحدي موضوع الدكتوراه بعدين. خلينا ننقل من موضوع العنف بعدين. طبعا في نهاية البرنامج سنتطرق لموضوع الدكتوراه. الموضوع اللي حضرتك هسه بدك نحكي عليه، بدناش نحكي على ذاك، هو العنف المستشري. نعم. والعنف اللي موجود في هذا المجتمع وكان لنا حصة فيه. وللأسف الشديد للأسف الشديد إنه أكثر قرية درزية تحديدا فيها حالات قتل كانت في يركا. طيب هون يستدعي إنه ندور وين الخلل. لهذا السبب أنا عملت اللي عملته يوم ما ابن عمي انقتل في دم بارد دون سابق انذار ودون أن يكون له ذنب، لم يتدخل في شيء إطلاقا. تم قتله صباحا وهو شيخ فاضل، وهو شيخ ماشي على المسلك، ماشي على الطريق الصحيح، رايح يعين لاولاده، عم بيشتغل بيساوي. فالشيخ هذا مشان كرامته حتى والناس ما تدعس على دمه، ربنا سبحانه وتعالى كان في وجاع عندهم فقلب على الوجاع، كل دم مصفى في الوجاع منشان ما حدا يدعس على دمه، لانه من قبل الله سبحانه وتعالى هذا بدل انه دمه طاهر. لهذا السبب هاي كرامه اللي ما حدا اذن لها وما حدا اطلع عليها. اللي صار معه خلانا ناخذ موقف ايجابي اللي نمنع حالتنا. الاطار هذا هو اطار مسكر بينج بونج، بضرب واحد بقتل واحد، بيجي واحد بيروح واحد. انا هذا الموضوع ما بدي اياه وما بقبله، وحكيته قدام المجتمع. انا ما بفوت في هاي الدائره وما بفوت في هذا الشيء. اللي انقتل عنا احنا بنقول يا شرطه إن حق عند القاتل واللي بعثه. مين إذا أهله ولا مش أهله، مين بعث بعرفش، أنتوا اللي بتعرفوا، أنتوا اللي تجيبوا القاتل وأنتوا تجيبوا أهله وتجيبوا البعث. هي وظيفتكم. وأهله اللي مش مشتركين في هاي الجريمة ما لنا حق عندهم. بقدر بطلب من كل أهل يركا تيجي وتشاركنا في الجنازة. كل سكان يركا وأي واحد ومن بارية يركا، أي واحد إن كان ما له علاقة في هاي الشغلة يتفضل، اهلا وسهلا. احنا مدين ايدنا للصلح، وهذا الموقف اعلنته اعلان قدام العالم كله، وبما في ذلك حتى في الاخبار في رشد بيت سمعناك لما كنا عندكم. ايوه. فحكينا التعزيه. ايوه حكينا اللي حكيناه ليه حتى انا اعطي ارشاد انه الثأر بالدم هو عادي جاهليه قبل الاسلام. قبل الاسلام عادي جاهليه، بيقتلوا كانوا قبائل، يقتلوا واحد من هون يرجع يقتلوا من هون يعملوا صلح عادي. خليني بس اكمل. تفضل. اسا اتى الرسول عليه الصلاه والسلام في عهد الاسلام وذكر حرم القتل الا بالحق، وشرح شو الحق. اذا شخص جاي يعتدي عليك حق تدافع عن حالك، فيش عليه جدال. فهي الاشياء اللي الا بالحق، يعني ارض وعرض ودين، هذول اللي احنا شو نوسع فيهم. ولكن هل اللي قتلوا ابننا هن اجوا قتلوا بحق؟ اذا بحق يقولوا لنا شو المذنب، حطوا على الطاوله شو بذنب ابننا او شو تعدى عليك او شو عمل معك تقولوا هذا حق. فاحنا ما بدنا نقتل اناس ابرياء، وهذا علمت قدام الكل، ما بدنا نقتل اناس ابرياء اللي ما لهم علاقه. هذا موقفك، لانك هذا موقف قدام الدنيا كلها وحبذا. ولكن انا بدي اقول لك انه في اغلب الحالات القتل هي عمليا حالات انتقام، في شيء اسمه غريزه شر لدى البني ادم، لما يتعدوا عليه بده يرجع، وهذا اللي بضاعف كل استاذ. حاله الانتقام هي غريزه اللي حضرتك تفضلت فيها، ولكن اذا الانسان بحكم عقله مش غريزته، لانه الغرائز خلقت للبهائم اما العقل خلق للانسان. اذا الانسان بده يشغل عقله، فالانسان خلق من عقل وشهوه، اذا سيطرت الشهوه انغمس في الغرائز والحيوان، واذا سيطر العقل
صفى مع الملائكة والمحترمين. إذا نوجه، فإذا أنا بطلب من كل إنسان بصير معه زي ما صار معي. ابن عمي مش أعز من أي قريب إلكم، أي واحد ابن عمه بدمه ولحمه كل شيء، ولكن وقفنا في موقف اللي هو عقلاني، اللي قلنا ممنوع يكون في شيء اسمه انتقام من أي شخص براني، ونطلب من الشرطة يطلعوا لنا الجاني هو واللي واقفين وراه، وهن يتعاقبوا وينحطوا في السجن، وبعد ما ينعرف مين الجاني احنا مادين إن للصلح، وبموجب العشائر العربية والعالمية والإشي في هدنة، في صلح، في عطوة، في دفع اللي بيدفعوا أهل الغادرين للمغدور. فهي عادات قديمة اللي احنا ماشيين عليها، واحنا حاضرين نقبلها وحاضرين نصلح، حتى لو انه بيتفقوا على مبلغ زهيد، ولكن في شيء اسمه عادات اللي لازم احنا نمشي عليها. فاحنا راضين في الإشي هذا، واحنا ماشيين في الإشي هذا، وهاي من حمل المسؤولية زي ما حضرتك حكيت. الشرطة هي جزء اللي الى الايد الباع الطويل في المجتمع، واحنا بدنا نمشي كلياتنا تحت القانون وضمن القانون، وما بدنا نخالف، لا بدنا نقتل ولا بدنا حد يقتلنا. فاذا صار في تعدي يا شرطه تفضلوا اكبسوا الجاني. مش مستبعد على الشرطه تطلع الجاني وين ما كان يكون، حتى لو في خارج البلاد. فاحنا نطلب من الشرطه ان هي تاخذ هذا الموقف من شان تمنع تكرار الاجرام، لأن الإجرام فاحشي ديري اللي عم تاكل المجتمع كله، لأنه أي واحد بريء بصير في عنده عملية إجرام بصير بده يرد، إذا هو فات في هاي الحلقة. أي واحد ملوش دخل عرابته إشي، فإحنا ما بدنا يصير في توسيع لهي الدائرة إلا نضيقها. راجي المشكلة في عند دائما بنحب نعلق أخطائنا على غيرنا، على بن كبير وعلى الشرطة وعلى إهمال الشرطة وكذا. السؤال شو في داخلنا لازم يتحسن مشان يتم تطويق هاي المشكلة، هاي الظاهرة السرطان هذا بده علاج داخلي في الأول، اللي هو بالإرشاد وبالتوعية من الكبار من القادة. تعالوا عمي إذا صار أي إشي في حلول اللي هو غير الانتقام، تعال نجرب ونشوف الإشي. وهذا الأمر أنا حكيته حتى للجنة الإصلاح في الوسط العربي اللي بيجوا عزوا ونتفاجئوا في الموقف اللي احنا أخذناه، إنه احنا ما بدنا نعمل رد فعل إطلاقا. يعني أي واحد إن كان، يعني أنت عم تحكي إنه يجب حل النزاع بين أهل الغادر وأهل المغدور. هذا في الأساس. لما بصير في حادث قتل، أهله يأخذوا موقف، يقولوا تعالوا عمي احنا ما بدنا نفوت في هاي الدائرة، البوليس امسك الجاني وعاقبه، بعدين لأهله بصير في صلح عشائري زي ما هو متبع. وهيك في هاي الحالة نمنع رد الفعل ونمنع القتل ونمنع أخرى مرة رد فعل، لأنه إذا بدك تقتل يرجع يقتل، فهذا ما بعدش يخلص. وهذا الموجود اليوم صار في المجتمع. هذا اللي احنا كيف تقطعه؟ ما بتقدر تقطعه وتيجي تقول له يا أخي واحد راح له عتيل عزيز بقول لك أنا بدي أحرق الدنيا كلها، بعد يفرق معي. بعد يفرق معي. فإذا لا بدنا نخليه، هذا بيحكي من غريزي، الغريزي هاي بتخليه يقول لك، ولكن أنا بدي أقول له لا وقف فكر. انت قتلت بدك تروح تقتل واحد، هذا اهله بده يرجعوا يقتلوه منك، انت تعود ترجع تقتل، معناته انت فت في دائره اللي فيش الى نهايه، مفرغه فيش الى نهايه، وفيها اجرام. فاحنا بدنا نوقف هذا الموضوع. هذا الموضوع بتوقف طريقه عقلانيه، لما بيجوا الكبار، بيجوا القاده، بيجوا رؤساء المجالس، بيجوا المسؤولين لعند اهل المغدور، تعال عمي احنا كلنا واقفين حدك، واقفين معك ومشاركينك، احنا بنطلب منك تاخذ موقف 1 2 3. فاذا هو استجاب انحلت الشغله، ما عادش في اخرى قتل من الناحيه الثانيه. ليه؟ لانه ساعتها الغادر اللي قتل والمجرم اللي عمل العمليه هذا بيعرف انه هو في صف لحاله، اللي هو بده يتعاقب اجتماعيا وكمان قانونيا. حلو. طيب نأمل انه يتم تطوير هاي الظاهرة قدر الامكان طبعا، بس احنا الجمعة شفنا عدة حالات كثير، يعني مش سهل حل كل انسان عزيز على اهله في الشدال، وهذا القتل هذا هي آفي اللي لازم توقف. كيف توقف؟ بأمر عقلاني مش بأمر تعاطفي. بدي اسأل سؤال اخير في هذا الموضوع، هل هناك دور للمجتمع في حسم هاي الظاهرة كمجتمع، كتنظيمات اجتماعية في كان في القرى ولا في البلدات العربية؟ يحاولوا مظاهرات ومش مظاهرات وكذا، ولكن على المستوى المحلي هل يستطيع المجتمع المحلي في القرية أو في المدينة العربية أن يتخذ خطوات اللي تحد من هاي الظاهرة؟
المجتمع في قيادته بيقدروا في التوعية وفي الإرشاد إنه إذا صار معك إشي فين لك مرجع. إذا هني ما بدي يعطوا لهذا اللي صار عنده مشكلة إنه يعرف إنه في له مرجع، فهو بده يروح على العاطفة، بده يروح على الإحساس تبعه شو بده يعمل. فلمن هو عنده له مرجع يمكن هني بيفكروا عقلانية أكثر من إنه هو بده يفكر عاطفي إنه راح يفقد، ولكن إذا هني بيفكروا بشكل منطقي ولمن هو بيعرفوا إنه هو بده ياخذ حقهم، فبدناش بعد من هذا البيت يروح بعد قتله. لأنه الوضع اللي عم بيصير إنه هذا اللي راح له من بيته بده يروح يستد، يمكن يستد شخص اللي هو مش مذنب، اما من لانه العائله ثاني بده يرجعوا يستدوا منهم، فعنده صار مشكله بعد صراحه اكيد نفس العائله نفس العائله واحد واثنين بالضبط. لهذا السبب اول شغله بتصير عندنا، اول واحد صار وقف احنا بدناش نستد. حلو، بدناش نستد. ليه بدناش نستد؟ مش ضعف، وقلت قدام المجتمع مش ضعف، عندنا شباب بوكلوا الاخضر واليابس وبلش واحد منهم يتصرف تصرف غير عقلاني. حلو، قلت له قدام الكل بلش واحد انا ملزم، الكل ملزم وكل التزموا شو انا حكيت. فاحنا واقفين في الموقف هذا ومعلنين قدام المجتمع. اذا كل واحد في المجتمع بقول وقفوا عمي صار مشكله، احنا بناخذها عقلاني تحت نحل، واذا حلينا الشغله بشكل عقلاني منعنا القتل اللي قاتل. اوكي. طبعا للمدى البعيد لا شك ان التربيه في البيت في الاساس البيت والتربيه والمدرسة والمجتمع بشكل عام هو الذي يجب أن يحارب الجريمة ويحارب العنف، يحارب كل ما هو خارج القانون، ويؤيد الحل السلمي، يؤيد المحبة بين الناس. وبهذه الطريقة ممكن أن نتجنب الكثير من الجرائم التي تحدث في المجتمع. الجرائم التي تحدث هؤلاء المجرمين لا دين لهم ولا رب لهم ولا ثقافة. يجب أن نعزز الثقافة، نعزز التربية، نعزز العلاقات الطيبة بين أفراد المجتمع. قد يكون في هذا حل للمستقبل البعيد أو القريب حتى نتخلص من آفة العنف الذي يأكل مجتمعنا كما تأكل النار الحطب. نعم. بالإضافة لحضرتك أستاذ خير مهند، أنا بقول إنه إذا فسد الرجل فسد لحاله، أما إذا فسدت الامرأة فسد المجتمع كله. دور اللي حضرتك حكيته في التربية بيرجع للمرأة في البيت، للأم في البيت. الأم هي اللي عم تربي الأولاد، لأنه في القديم في مثل قديم كانوا يقولوا وأنا بعد بتبناه: الزلمة جنة والمرأة بنة. الزلمة كان يجني ويجيب مال للبيت، والمرأة تبني الأسرة، والمرأة اللي من بنت الأسرة كل مرة بتبني أسرة من بنى المجتمع. وإذا بنى المجتمع على طريق الصحيح كيف بسوى، فإحنا كنا صرنا بعاد وبنبعد عن شيء اللي اسمه الجريمة والآفة العنف. طيب العمل الاقتصادي، الأشياء الاقتصادية اليوم اللي هن عم يركضوا من شان المال، هن ما بيعرفوا إنه ربنا سبحانه وتعالى قسم لكل شخص مننا رزقه. بس تزرق الشمس ربنا سبحانه وتعالى بيبعث لكل واحد رزقه. يعني أنت تخاف إذا النملة بتلاقي قدام العصافير بتلاقي لها رزقها، إذا النحلة قدام العصافير بدل ما ياكلوها بتجي الى رزقها، اذا الحوت في البحر له رزقه، اذا البني ادم كيف ربنا سبحانه وتعالى الكل. تأييدا لكلامك هذا فكرتني بالمقولة المشهورة التي تقول: من أحق الناس بصحبة يوم القيامة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. إذا هذا الموضوع اللي فتحتوه هسه ينقلنا إلى أطروحة الدكتوراه اللي قدمتها الشيخ عباد أبو راجي حول ارتفاع نسبة حالات الطلاق في الوسط العربي والتجسير في المجتمعات. أما المجتمع الدرزي والعربي بشكل عام نسبة عالية جدا حتى تخطت نسبة المجتمع اليهودي. كان مرة المجتمع اليهودي 34% نستغرب. بعدنا ما وصلتناش. لا بعد ما تخطوناش للمجتمع اليهودي، ولكن ما علينا ولكن انا ادعي او انا افترض شغلتين، انه واحنا على الطريق عم نحدث ابو مهند انه البنت ما تدور على الشاب ان كان اشقر وان كان حلو وطويل ولا متعلم ولا مش عارف ايش، والشاب ما يدور على البنت ان كانها طويله وشقره وعينيها خضر، انما يبحثوا عن الخلفية الاجتماعية، الخلفية الدينية، الخلفية الثقافية للأهل. لأنه الشاب أو الصبية هن عمليا إيش؟
نسخ لصق عن العائلة، فممكن يكون بروفيسور ولكن خلفيته أو تنعكس على تصرفاته هو. بدي نسمع منك شيخ عماد قضية هاي الدوافع بعد ما الشاب يتجوز أو الصبية تتجوز بمدة ما بنسمع إلا طلقات، وأنت أكثر واحد شاهد طبعا في المحكمة الدينية الدرزية كعضو محكمة الاستئناف. أنا أدعي قلت إنه أول إشي لأنه الاختيار مش صحيح بسبب الخلفية العائلية أو الثقافية أو الدينية، والسبب الأخطر الثاني إنه الشاب أو الصبية انفتحت فجأة على عوالم واسعة جدا بعد أن قررت اختيار شريك حياتها عن طريق الفيسبوك، عن الانستغرام، عن اليوتيوب، مش عارف ايش. فبتقول هنا انا كنت عايش معنا في شيء احسن، فهذا ممكن يكون كمان دافع للطلاق. فيا ريت لو احنا نركز. انت اول شيء خليني احكي لنا عن الاطروحه تبعتها بشكل شخصي اللي قدمتها من اي جامعه وشو النتيجه النهائيه. بالنسبه للاطروحه اللي انا بحثتها، لما كنت سكرتير في المحكمه في البدايه بتاعت حضرتك، كنت انا 15 سنه تقريبا سكرتير. بعدين في محكمه قاضي في محكمه البدايه مده 7 سنين، وبعدين في محكمه الاستئناف اخرى 6 سنين اكثر اقل. ففي الفتره اللي كنت فيها سكرتير اجى محامي قدم دعوي لطلاق من مرة، وفي الدعوة مكتوب انه الزلمه موجود في السجن. فانا دعيته انه يجي على السجن. بعد ما اطلعت على الشيء، ولا هو شو محبوس على موجب ماده 181 من قانون العقوبات. طلعت على قانون العقوبات، وقتها انا ما كنتش محامي يعني، ما كنتش، تعلمت بعدين. فطلعت على القانون هذا، شو بتقول الماده 181؟ بتقول اللي بيطلق مرته بدون موافقتها بدون قرار من محكمه مختصه هو معرض لسجن لمده 5 سنين. اذا هو بصير في عالم الجنائي، وهو عمل جنائي عاسي اللي بتسكرت الابواب في وجهه. فمن هذاك الوقت انا هدس في هذا الموضوع. لما كنت قاضي اجت عندنا قضايا، فقلت هذا الموضوع بدي ابحث، بدي اشوف شو الاشياء اللي فيه. فاطلعت على ماده عندنا 37 قانون الاحوال الشخصيه، بتقول الماده انه اللي بيطلق مرته قدام شهود 2 ثقات الطلاق صار المفعول. اذا نتيجه لذلك انه اللي بيستعمل حقه الديني الشرعي هو من ناحيه جنائيه هو مجرم. اذا شو الحل؟ فالحل هون اللي من طلعت كمان جماعتنا المحاكم الشرعيه الاسلاميه في قرارات كثيره اللي فيها طلعوا قرارات انه بيحولوا الملف للفحص الجنائي وفقا للماده 181. ومن ناحيه الربانوت كمان في عندهم قرارات اللي كمان بحولوا للجنائي من ناحيه اذا في موافق مطابق للماده 181. فاذا في ناس اللي فاتوا على السجن من عندنا، من عند اخواننا الاسلام، من عند اخواننا اليهود، فاتوا على السجن وموجودين في السجن وقابعين في السجن. فاذا انا فحصت هذا الموضوع. انا كل واحد منا بدي يستعمل، او جماعتنا الاسلام او شيء بدي يستعمل حقه الديني الشرعي هو يكون مجرم ليه؟ فهذا البحث اللي كان موجود عندي. وبما انه الموضوع هو وسيع واخذ مده، وبما ذلك بحثنا موضوع كمان التجسير بين الاطراف، بين الطرفين وفقا للماده 47 و 48 من قانون الاحوال الشخصيه، انه حكم من هون وحكم من هون. كل موضوع التجسير اللي ممكن يكون، لانه قبل ما يكون في المحكمه عندنا، قبل ما يكون في اي طلاق او اي اصدار شهاده اي طلاق، احنا بنحاول الاصلاح وبنحاول التجسير وبنحاول كل المعاملات. فالوظيفه تبعتي هي وظيفه حوالي 450 صفحه، 600 مصدر اللي هن مصادر اكثر اكتواني، رقم كبير والكتاب موجود. فهي الكميه كلها موجوده، وما فيش اي شخص اللي بحث هذا الموضوع قبل. يعني انا بحثت 3 مواضيع في نفس الوظيفه اللي هن الطلاق، التجسير، والعلاقات بين اكثريه واقليه. يعني الدروز اقليه في دوله اسرائيل، الاسلام اقليه في دوله اسرائيل، شو علاقتهم مع اليهود كاكثريه في دوله اسرائيل، شو هذا بياثر على القوانين، هل القوانين انا بدي الزم في قوانين الاكثريه، هل بتليمني هل بتليمنيش. في المواضيع اللي صارت من ناحيه القانون الاحوال الشخصيه اللي موجود عندي، اللي مصادق من قبل الكنيست كمان. فكمان بحثنا العلاقات بين الطوائف في المجتمع كله،
كان لبناني، كان المصري، إن كان في أوروبا كثير دول. العلاقات مع الأقليات العربية اللي موجودة غاد بالنسبة للبس الحجاب، في علاقات اللي كثير المواضيع اللي تمت بحثها، شو اللي بيأثر على المجتمع وشو بيأثر على الشيء، والعلاقات اللي موجودة. هل ممكن يعمل حقه الديني الشرعي ولا لا؟ هل بحل ولا بحلوش كأقلية بين أكثرية؟ فهذا الموضوع هو موجود في الوظيفة تبعتي. النتيجة اللي كانت إنه بعد البحث والشيء اللي كان هي الأهم شيء، إنه أنا وصلت لخلاصة بعد ما سمعنا الآراء الشيء وكانت رأيي إنه يجب تعديل المادة البند الأول من مادة 181 في قانون العقوبات. يعني إذا الطلاق ما كان معه أي شيء في العنف، فيش شيء عنف، كثير عدم تطابق أفكار بين الزلمة والمرأة، وطلق الزلمة ليكون جناية. ليه؟ فممكن يتعدل انه اذا ما كان له اي عنف يكون بدون ما يكون في عليه الماده انه هو يكون محبوس لحد 5 سنين في السجن. اذا وافقوا، اذا ما وافقوا، تعالوا انا كطائفه درزيه وكمان كطائفه اسلاميه احنا موافقين تقلبوا هذا القانون للماده إزراحية المادة المدنية، ومشان ما يكون في تسكير باب بعد ما يطلع على القرار. لأنه في المادة الجنائية أنت سكرت الباب، ما عاد في مجال تقدر تعيش مع المجتمع، الزلمة أو المرأة يعيشوا في المجتمع اللي هم موجودين فيه لأجل الوضع اللي هو موجود. أما إذا كان في مدني في مجال بعد أنك أنت ترجع تصلح الزلمه بيقدر يدبر حاله والمرأة تدبر حالها، يعني اللي يكون في مجال للاصلاح. الحقوقيه هي شيء ثاني من ناحيه مين اللي بيدفع الثمن. هسه هاي البند الثاني. الشيء اللي انا كمان طلبت منه، انا استثنائي في الماده، خلي بدك تغيرها بلاش، اما انا استثنيني من هاي الماده. انا مقبول علي الماده 37 قانون الاحوال الشخصيه. واذا لا، هي ثلاث احتمالات. الاحتمال الرابع اذا لا، يا اخوان من حق كل واحد يطلع. اذا شاف انه فيش مجال بعد للاصلاح، فيش مجال ارجاع المياه لمجاريها وسكرت الابواب من كل النواحي، من حقك تطلع. بس بدل ما تشهر قدام شهود وقدام ناس وفي الاخر تفوت على السجن، تفضل قدم طلب في المحكمه، المحامين عم يستنوا، المحكمه تستنى، قدم طلب في المحكمه، بعد ما تاخذ قرار من المحكمه تشهر طلع قديش بدك، ولكن انت ما بتوقع تحت عبء الماده 181 اللي هي 5 سنين سجن. فهي انا بوفر على الناس انه يكونوا في شكل جنائي ويعيشوا تحت ملف جنائي موجود. توضيح وافر وكافي وممتاز، ولكن انا بدي ارجع للاسباب التي تؤدي الى الانفصال بعد زواج فترة قصيرة او طويلة. انا ذكرت سببين. هذا الموضوع استاذي طويل عمرك موضوع واسع كثير. اليوم اختيار الاب لزلمه للمرأة لازم يختار مين من كل التفاصيل. هل هي بتلايمه ولا بتلايموش من كل النواحي؟ هل هي في نفس الافكار اللي هو موجود فيها مشان يكون في تطابق افكار بيناتهم ومشان يعيشوا بشكل انسجام متبع ومع ثقه تامه. اليوم لمن الحرمه عندنا صارت في المجتمع كله، يعني مش بس هنا كدروز، لا في المجتمع كله الحرمه صار في عندها استقلال اقتصادي. والاستقلال الاقتصادي بدها تروح عم تشتغل زي الزلمه، ويمكن مرات تروح بعديه على البيت. فصار عندنا ملفات انه لما بتيجي على البيت بكون الزلمه مش عامل الاكل. ليه مش عامل الاكل؟ الاولاد بدهم تنظيف، ليه مش منظف الاولاد؟ ليه منظفون؟ لا مش علي، لا عليك، لا علي. وصلت المحاكم. انا سمعت هاي الشهادات عده مرات انه اختلفنا على هاي النقاط، يعني اشياء اللي مش لازم كانوا يختلفوا عليها. والمشكله من مين؟ عند المتعلمين. ليه؟ لانه المتعلمين دارين على الشغل دارين شيء. والاكثر اصعب من الكل هو التفاوت في الشهادات. اليوم لما بتشوف صبيه متجوزه ومع شهاده الام اي ماجستير وبدها تخلص الدكتوراه، وزلمه جوزها بعده يمكن مخلص صف 12، فهذا التفاوت انا بجيب مصاري اكثر منه. ليه تعيش في جوا البيت؟ وعندنا صار في احداث اللي انا بديش بذكرش اسامي، يعني اذا بقول لك في حادث شخص قدم طلب بده يطلق من مرته. هسه قلنا لهم
اجى دعينا السكرتاريه دعوهم اجوا الحرب ما مشيتش جابوها. نعم واجانا نعم شو الموضوع اللي كاتبه قريناه بس مش اللي بنفهم اشياء ثانيه اللي مش مكتوب. شو الموضوع؟ قال اقرا الهدى معه بليفون قال اقرا انا قلت له اقرا انت الكل بده يسمع شو انت بتقرا عشان الكل يسمع مش انا. فقرا شو كاتبي مرحبا فلان انا موجودي لسه في الطياره في طريقي الى سيدني مشان اخلص الدكتوراه تبعي. دير بالك على الاولاد. فقال لي هذا الوضع شو بدك اعمل؟ قلت له انا ما تسالنيش انا شو بدك مني لسه في هذا الظرف؟ قل لي شو بدك مني؟ انا بخليها شو بدي عندي. اهلا موجودين شو عملتوا؟ اجرب ان نثنيها وبدها تخلص شهادتها. طب انا مش ضد انه البنت تتعلم بس انا ضد انها هي تهدم بيتها مشان تتعلم. اذا هي تتعلم مشان تربي بيتها ومشان تعيش بيتها ومشان اولادي يوصلوا للدرجه المستوى اللي هي موجوده فيه. انا هذا معه تتعلم قديش بدك بس ديري بالك على اولادك وبيتك حافظيهم ديري بالك عليهم. يعني بسال المره من النسوان مره في جلسه في عدد الجلسات عندنا اولاد هيك وقال بدي اسالك بس سؤال بسيط هيك ممكن تقولي لي اخر مره هذا ابنك الصغير وانت هيك عطلتيه وبستيه؟ ابنك مش جوزك ابنك. طلعت فيه هيك قال لي مش متذكري. انت مش متذكري وانت لابنك هذا حضنتيه؟ اذا ليش جبتيه؟ ما قلت ليش جبتيه؟ فاذا الولد هذا بدوش ياخذ حضانه من امه والاب بده يحس انه هذاك هي شو قله ايش؟ قله التربيه. فليه احنا قلنا انه المراه ليه؟ لانه هي مجتمع. فاذا المراه هي حضنت جوزها وحضنت اولادها وحضنت بيتها وحضنت المجتمع كله فالمجتمع بألف خير وما في طلاع. ولكن اذا بنوصل لوضع انه هي اللي عم تسوي التفاوت في الشهادات وهذا ظاهر جديد مش ظاهر قديم. ما كانش في شهادات ما كانش في تعليم للنسوان. فهسه اليوم طلب انا مش ضد التعليم انا بدي المراه متعلمه مشان تدير بالها على بيتها. اول شيء تعلم اولادها وتعلم بيتها وتعلم جوزها وتعلم الكل وبعدين المجتمع. ليه؟ لانه اذا ربت بيتها وهي ربت بيتها تربى المجتمع كله. فاذا هذا اللي احنا بدنا اياه. فهي النقاط انه لما بيجوا لعنا بتجادلوا على كم زلفه انا جبت يوم من العرس ولا ما جبتش عدد زلفات. فانا بطلع على المستوى اللي احنا موجودين فيه. فهذا المستوى اللي احنا مش لازم نوصله. فاليوم يعني كل اشياء شكليه ولكن بس من نوع برنسيب. يعني بدي جعاره انا بدي اخذ جعاره يعني حتى لو بدي احرقه برا بس بدي اخذ منه. فاحنا وصلنا لوضع انه قله المعرفه قله الارشاد عدم وجود المفيد وعدم وجود المستفيد احنا نوصل لدوامي. احنا في المحكمه في عندنا قلنا للمأذونين انه في منشور اللي يعملوا ارشادات للزواج الشابي قادمين على الزواج ويعطي المنشور لكل طالب عن وقت قراءة الفاتحة مش بس وقت العقد. وقت قراءة الفاتحة مشان يعرف شو له وشو اللي عليه مشان نبني أسرة محترمة وأسرة ماشية على الطريق. اوكي اذا في نهاية هذا اللقاء الشيق اللي أضاء الشيخ أبو راجي عماد أبو ريش على ناحيتين مهمتين جدا في الأخطار التي تهدد المجتمع العربي بشكل خاص الدرزي والإسلامي إنه هن قضية القتل وقضية الطلاق. بقي لنا أن نشكرك ونهنئك مرة أخرى. أنا المحامي شرفتونا أبو المهند علي رافع على كل ما تقدمه للمجتمع مع انك اليوم انت في حاله تقاعد. فمبارك جدا التقدم تبعك انت زي ما قلت. بعدني مش حاسس حالي في تقاعد يعني بعدني حاسس حالي لا بشتغل الشغل ما شاء الله عنك. طبعا الشكر موصول للأعزاء المشاهدين والى اللقاء في برامج اخرى.